بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هقول لكم على طريقة فطير بجد لو انت اول مرة تعمليه هتبقي استاذة فيه. لو كمان عندك بنوتة كده صغيرة لسه كده عندها 10 سنين كده هتقدر تعملهولك كده بكل سهولة، وبجد كمان هتاكلي احلى فطير طري جدا ومورق، والتوريقة بتاعته خفيفة جدا بجد فوق ما تتخيلي. هوريكي كده شكله عامل ازاي قبل ما نخش الفيديو عشان تتحمسي كده وتقومي تعمليه. بجد اسهل طريقه وانجح طريقه في نفس الوقت هتقدري تعملي. زي ما انتم شايفين كده الطبقات من جوه خفيفه جدا وشفافه وطري جدا ما شاء الله، بجد يعني هتاكلي احلى فطير واسهل طريقه ممكن تجربيها. بس يا ريت بقى الفيديو ده لو عجبكم كده تشجعوني بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناه تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وفعلي كده زر الجرس بتاع التنبيهات عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. بصوا انا مش عايزه اطول عليكم في المقدمه، بس حابه اوريكم كده عشان كده تتحمسي وتكملي الفيديو للاخر عشان بجد بصي هتعملي احلى فطير. بصي بقى الطبقات بتاعته عامله ازاي بجد، وسهل جدا من غير تعب ولا مجهود، من غير نشابه كمان، ومن غير ما تعجني فيه كتير. يلا بقى كده على طول نبدأ. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انا هعمل النهارده كده 2 كيلو، انت تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها، ان شاء الله تعملي نص كيلو او تعملي كيلو مش هتختلفي في اي حاجه. هي ما فيهاش مقادير ولا فيها اي حاجه. حطيت كده الدقيق نخلته كده، انا بحب انخل الدقيق. هحط على ال2 كيلو معلقه ملح ممسوحه ومعلقتين سكر. ولو انت طبعا هتعملي نص المقادير هتنصصي كل حاجه. زي ما انت شايفه كده قلبت كده المقادير كويس، وبعد كده بدات اجيب الميه. الكيلو الدقيق ممكن ياخد معاكي من كوبايتين ونص لتلاتة، او 3 الا ربع حسب نوع الدقيق. انا بحط كده وبالنظر كده لحد ما اوصل لقوام العجينه. النهارده احنا مش هنعمل العجينه طريه قوي ولا ناشفه قوي. هحط الميه كده بالتدريج، وهقول لكم في الاخر اخدت معايا قد ايه ميه. ومش بعجن كتير، انا بس مجرد الاول كده اول مرحله ان احنا عايزين الدقيق يختفى، فبحط ميه واحده واحده لحد ما الدقيق يختفى معايا كده ومش مهم العجينه تبقى ناعمه معايا ولا حاجه، هقول لكم ازاي هتبقى ناعمه معانا من غير تعب ولا مجهود. يا ريت بقى تشجعوني، القناه لسه جديده كده ونفسي كده افعلها، فمحتاجه كده بقى ادعمكم كده تحطوا لي لايك كده وتشيروا الفيديو لاحبابكم لاصحابكم. ولو انت لسه ما اشتركتيش في القناه طبعا يشرفني اشتراكي، وعشان يوصلك مني كل جديد فعلي كده زر الجرس بتاع التنبيهات عشان يجيلك اشعار بكل فيديو جديد باذن الله هنزله. بصوا زي ما انتم شايفين انا بحط الميه واحده واحده، يعني من غير بقى ما اقول لك العيار قد كده. ما انا ممكن اقول لك حطي كوبايتين ونص، حطي 3 كوبايات، تطلع الميه زياده او ناقصه. طب انا احط ايه بالتدريج، يعني لو هتعملي كده كيلو ابدأي حطي، ممكن تحطي الكوبايتين على بعض اول كوبايتين، وبعد كده بقى خلي الكوبايه التالتة معاكي كده تحطي منها شويه بشويه، اخدت نصها ربعها 3 ارباعها زي ما تاخد. انا اهم حاجه معايا كده مش عايزه يبقى فيه دقيق، ويبقى العجينة خلاص كلها الدقيق والمية تشربوا كده مع بعض. كده لسه عندي كده بواقي دقيق بسيطة، فانا بلم العجينة لحد بس ما الدقيق كده يختفى. وعشان انا تعبانة وايدي وجعاني ومش بقدر اعجن كتير زي ناس كتير كده مالهمش خلق العجن او بيتعبوا من العجن، خلاص انا هشرب العجينة كده في الدقيق زي ما انتوا شايفين. كده شربنا العجينة، هسيبها بقى كده غطيها كده شوية ونرجع لها تاني. العجينة بتاعت الفطير بيقولك عايزة تتعجن ربع ساعة وتلت ساعة والكلام ده. احنا النهاردة مش هنعجنها كل الوقت ده، احنا هنعجنها في الاول بس كده دقيقتين وهنسيبها وبعد كده هنرجع لها تاني. غطيتها كده بالكيس اللي كان فيه الدقيق وهسيبها كده، سبتها حوالي كده 10 دقايق كده وهبدأ ارجع لها. هتلاقي العجينة يعني تريت معاكي شوية. بصوا تحسوا وانا بلمها كده ان قوامها اختلف شوية، بس لسه برضو مش هو ده قوام الفطير اللي احنا عايزينه. فانا عشان الحاجة اللي انا بعجن فيها صغيرة هاخدها على الرخامة، انما انا بحب اعجن على طول في الكروانة او في البولة اللي انا بعجن فيها. بس اللي بصراحة انا عشان عاجنة فيها 2 كيلو، هي المفروض الكروانة دي اعجن فيها حتى كيلو بس. فانا هاخدها كده اشيلها واحطها على الرخامه، والرخامه عندي نضيفه. هبدا اعجن كده فيها. بص العجينه لسه بتقطع ازاي. فانا هحط لها كده نقطه ميه بايدي، مش اللي انا هكب، لا انا خدت كده نقطه كده رشيتها بايدي، لان العجينه زي ما انتم شايفين كده يابسه او جامده كده شويه. فانا كده هطريها، بس بصراحه قلت بقى زي ما قلت لكم كده هنزلها على الرخامه. في ناس كتير بتحب تعجن من البداية كده على الرخامة، بس انا بصراحة بحب اعجن في نفس الحاجة
بس لان انا ما بعجنش كتير زي ما بقول لكم، انا بس مجرد ما العجينه بسيبها ترتاح. بس انا عشان عامله العجينه جامده شويه، لان كمان انا مش هفردها بالدقيق. زي ما انتم شايفين بقى كده، هبدأ كده اخدها الم فيها كده على الرخامة. زي ما انتم شايفين كده عمالة اتعارك مع العجينة كده اهوت لحد ما تتلم كده شوية مع نفسها. ممكن نسيبها برضو لو حاساها ان هي خشنة كده شوية، هسيبها كده دقيقة كده ولا دقيقتين متغطي عليها. وبعد كده هطلعها. مجرد بقى ما هشد فيها، بص العرق بقى فيها عرق ازاي. في المرحلة دي انا بقى مش هعجن، انا يا دوبك بص بلم في العجينة، كل ما بلم فيها بتحسي ان هي بقت ناعمة ازاي. خلاص كده هي مش محتاجة اي حاجة تانية. هبدأ بقى كده اجيب صينية كده واسعة، هقطع فيها وحاطة فيها نقطة كده من الزيت. والعجينة خلاص معايا كده اتخدمت كويس قوي، احنا كده خدمناها كويس قوي من غير ما نتعب فيه. ابدأ بقى كده اقطعها كده قد السفندية كده الصغيرة. زي ما انتم شايفين كده، والعجينة معايا ناعمة جدا، بقطع كده فيها بالطريقة دي، والطريقة اللي انت تحبي تقطعي بيها قطع. اهم حاجة السطح بتاعها من فوق كده يبقى ناعم، وتقفليها كده من تحت كده وخلاص. ممكن تقطعي اصغر من كده بقى، اكبر من كده براحتك زي ما انت حابه. انا ساعات يعني انا كده قطعتها 40 كوره، ساعات الاتنين كيلو بقطعهم 70 كوره، يعني حسب ما انت حابه. فهو الحجم ده حلو عشان ما ياخدش كمان معاكي وقت في الفرد بتاعه ولا حاجه. واسهل طريقه فرد بجد النهارده هنفرد بيها. مش هتخيلي قد ايه ممكن. لو بقولك لو عيله كده عندها 10 سنين والله قلت لها خدي كملي ولا خدي انت اعمليه، وشافت الطريقه لا تكمله هي لوحدها. خلاص بقى هقطعه كده كله زي كده السرة. وبعد كده هو بقى يعني هدهن الوش بتاعهم زيت وهشتغل فيهم على طول. بصوا جمال العجينة عاملة شبه الملبن، رغم ما قعدناش نعجن فيها وقت طويل. لو تلاحظوا اكتر الوقت انا كنت بريحها بس، وما بين التريحة والتانية كنت بلمها كده شوية. هقطع بقى بقية العجينة دي كده مع نفسي وارجع لكم تاني. وكده قطعت الكمية كلها، طلعوا معايا حوالي 40 كورة. هدهن وشهم كده دهنة بسيطة كده من الزيت عشان الوش بتاعهم ما ينشفش. وبعد كده بقى هنغطيهم بكيس، بصينية اكبر منها، باي حاجة. انا غطيتها كده بصينية اكبر. وبعد كده بقى معايا كده حوالي نص كيلو او نص كيلو ناقص حاجة بسيطة كده من الزبدة. وممكن تشتغلي بسمنة عادي، انا هحط سيحت الزبدة واحط عليها حوالي معلقة كده كبيرة ولا حاجة من السمنة. المهم ان يبقى معانا حوالي نص كيلو كده من المادة الدهنية. خلاص يا دوبك سيحت كده الزبدة على النار، يعني مش ما خليتهاش تسخن وتغلي، لا يا دوبك فكت كده اهو. هبدأ كده بس عايزة الرخامة عندي تبقى مدهونة كده دهنة بسيطة كده من الزيت. وبعد كده بإيدي كده من غير نشابة أو بنشابة مش هتفرق، أنا هعمل معاكم نشابة أو بالعجلة دي، وهعمل معاكم من غيرها كمان عشان تشوفي ازاي الطريقة سهلة. بصوا بتتفرد معانا ازاي بكل سهولة. العجينة ما شاء الله جميلة جدا. وطبعا اهم حاجة وانتي بتشتري الدقيق تكوني قايلة للبياع ان انت عايزة دقيق هتعملي بيه فطير، لان في دقيق ما ينفعش للفطير وممكن يقطع منك ويتبهدل. فانتي اسألي البياع، انا بجيبه كده كده سايب، وبسأل البياع بيقول لي ده للفطير، خلاص باخده بقى على بركة الله كده واشتغل فيه. بصوا بقى الفطيرة ما شاء الله بتتمط معايا. عايزة اقول لكم كمان ده لسه، يعني بصوا انتوا شايفين الطبقة خفيفة ازاي، لسه كمان لما تحط الطبقات فوق بعض بتتفرد فردة كمان. بصوا بقى احط فردتها كده، واهم حاجة حتى الحروف تخليها خفيفة، مش تفردي من النص وتسيبي الحروف تخينة. ابدأ اطبق كده اهوت، وكل ما اطبق مكان ايدي حتى تبقى دهنة كده من الزبدة. وعايزه اقول لكم حتى الفطير بجد يعني سمنته او زبدته كانت مظبوطه، ولا اللي هو غرقان قوي ولا اللي هو ناشف. بصوا بعمل بقى واحدة تانية بإيدي اهو من غير ما استخدم فرادة او نشابة. فتلك الحالات بيطلع معايا بص مظبوط. دي ما حطيتش عليها والله العجلة خالص. وزي ما انتم شايفين كده بشيل وبحط في العجينة، لا بتتقطع مني ولا حاجة، كل ده عشان احنا بس ريحناها. وبعد كده طبعا لما قطعتها بدأت اخد من اول واحدة، انا بدأت ان انا قطعتها. بعد ما فردتها رشيت رشة كده من الزبدة، ورحت حاطة الأولانية فيها، بحط بقى وأطبق عليها. زي ما انتم شايفين كده التطبيقة تطبيقة سهلة جدا. أهم حاجة يكون ما بين التطبيقة والتانية في مادة دهنية، مش شرط يكون كتير. زي ما انتم شايفين كده اهو. أنا هحط في كل فطيرة 6، ممكن تحطي فيها أكتر أو أقل براحتك. تعملي بقى بالفرادة أو بإيدك زي ما انت حابة، هي كده أو كده بتشتغل. الناس بقى اللي بيحبوا يشيلوا الفطيرة كده ويلفوها كده شبه الفطاطري، برضو في العجينة دي تيجي معاكم. بصوا بتشيلي الحروف كده وتشدي كده بتتفرد معاكي في ثواني. لو هتعملي بصي بقى 10 كيلو فطير والله ما هياخدوا معاكي وقت.
ايه رأيكم بقى في الطريقة سهلة ازاي؟ عايزة اقولك ممكن تكوني شفتي الطريقة دي، بس عايزة اقولك الطريقة دي بتاعتي من سنين، والله العظيم طول عمري احب اعمل الطريقة دي. حتى لو فكرت اغير او اجرب الطرق التانية ما بحسهاش بتطلع معايا زي دي ابدا، برجع تاني لطريقتي الاصلية. انا بقى اكمل معاكم الفطيرة دي كده اهوت، او كمان هكملها مع نفسي. انا كده حطيت فيها 4، هحط فيها كمان 2، وبعد كده بقى ايه يعني هوريكم هنعمل فيهم ايه. بصوا الفطير بيتفرد ازاي، بيبقى شفاف، الرخامة تحت منه بتبان، وبتفردي تشدي كده بايدك كده بتتمط معاكي وبتبقى جميلة جدا. مفيش بجد يعني احلى من كده هتلاقي طريقة. خلاص بقى كده حطيت رشة السمنة او الزبدة، وابدأ كده ايه اطبق كده الفطيرة على بعضها. وعشان بقى ايه ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده اهوت، هحط كمان 2 بنفس الطريقة كده، وهتشوفوا حجمها يبقى عامل ازاي. هحط الاتنين دولت وخلاص. كده انا عملت كده ايه فيها 6. جبت كده صينية فيها دهنة بسيطة كده من اي مادة دهنية، من الزيت او من السمنة، حاجة بسيطة. وهسيبها بقى كده، مش هاجي ناحيتها الا لما اخلص كل الفطير. بصوا انا عملت بقى كده كله، طلعوا معايا 7 فطاير. مش عارفة في واحدة مش باينة ولا ايه، بس هما 7. 7 اه. تمام، هاخد بقى اول واحدة بدأت فيها وهبدأ ابططها. لو انا جيت ابططها كده على طول اول ما خلصتها، مش هتتفرد معايا كده، هتلاقيها ايه بتبظ وتلظ من كل حتة، هتلاقيها ايه مش نافعة تتفرد. فكده لازم تسيبيها ترتاح، هو الفطير عايز يرتاح، هو اسمه مشلتت، ولازم الشلتتة دي ان هو يرتاح فيها. بصوا بقى فردتها بالشكل ده كده، وما تخليهاش اضخم من كده عشان يطلع معاكي كده إيه يبقى كده طري كده، وفي نفس الوقت ميبقاش تخين كده ومجعلص كده. هفرد بقى كده اول 2 عملتهم. وبعد ما افردهم، يعني انا لحد دلوقتي ما شغلتش الفرن، بعد ما بفردهم خالص ببدأ اشغل الفرن على اساس ان هما بعد برضو ما يتفردوا ما يخش الفرن على طول. خلاص بقى بصوا بقى الجمال، الفطيرة بقى ما شاء الله كده اتفردت معانا وبقت جميلة جدا، ومتخليها كلها سمك واحد، ما تخليش حتة رفيعة او رقيقة وحتة ايه سميكة. هخلص بقى كل الكمية كده بالشكل ده. بصوا انا كده فردت كله. بعد ما خلاص فردت كله، هبدأ بقى كده اجيب معايا معلقة قشطة، من القشطة دي اللي كنت قايله لكم طلعوها من الجبنة القريش، او لو عندك قشطة بتاعت وش لبن برضو. حطيتها انا على، كانت فاضل معلقه زبده كده اهوت مكان ما سيحت. كانت تحسي ليه كانت هتعمل مرطه ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا خدت معلقه الزبده اللي فاضله على معلقه قشطه، او معلقتين قشطه، وقلبتهم كده في بعض وهدهن الوش. ما فضلش معاكي زبده، حطي قشطه بس، بتبقى بصراحه جميله. ما فيش قشطه خالص وعندك زبده، حطي زبده. المهم حطي اي حاجه على الوش بتديها لون جميل كده وبتبقى جميله وطريه. هدهنهم كلهم بقى بالشكل ده كده، بايدك بقى او بالفرشه زي ما انت عارفه، او زي ما انت هتعرفي تعملي. وبعد كده هبدا بقى اشغل الفرن، وهاخد اول فطيرتين فردتهم هدخلهم على فرن سخن على درجه حراره عاليه. اول فطيرتين همت هندخلهم على اول درجه حراره، اول حراره عاليه، اول انا مش عارفه اتكلم، او اعلى درجة حرارة من تحت ومن فوق يعني. وحاولي تخلي ايه من تحت تبقى اعلى. زي ما انتم شايفين بقى كده هو اتقبت معانا في الفرن واحمرت وبقت جميلة جدا، واخدت لون من فوق ومن تحت. لو حسيتي ان من فوق احمرت وتحت لسه، هدي الشواية خالص او اطفي الشواية وكملي من تحت. وبيطلع بقى معاكي ما شاء الله من فوق كده، واخد الطبقة طبعا خفيفة ومقرمشة كده هوت، ومن جوه طري جدا عامل شبه الزبدة كده. وادي كده كل كمية الفطير تخلصناها ما شاء الله بجد في فرن البوتاجاز. وكمان اللي حابب يعمل فطير على البوتاجاز من فوق او على عين البوتاجاز من فوق من غير فرن، يكتبلي في الكومنتات. بصوا بقى بجد طري جدا، والطبقة بتاعته كده مش قادرة اقول لكم قد ايه، من فوق ومن جوه ومن بره حاجة كده بتتكلم عن نفسها. عايزة اقول لكم الكاميرا بجد ظالمة الاضاءة وظالمة الشكل، الفطير كده عارفين اللي هو ايه، يتاكل حاف. بجد فعلا يتاكل حاف يعني. عايزة اقول لك لو عايزة تاكليه من غير عسل ومن غير جبنة قديمة هيتاكل. بصوا من كتر ما هو خفيف الطبقات كده هوت، او الطبقه اللي من فوق دي كده بتطلع في ايدك من خفيت. وهقطع لكم بقى من جوه كده اوريكم، رغم ان هو لسه سخن، بس عايزه اقول لكم بصوا بقى الطبقات بتاعته عامله ازاي. مش عارفه هي واضحه ولا لا، بس والله العظيم بصوا يعني الفيديو ده هيتظلم لو ما شجعتونيش بلايك، لان بجد والله الوصفه دي حلوه وتستحق منكم لايك
ودعم حلو كده منكم. وتكتبوا لي كده بقى رايكم في الكومنتات، ايه رايكم في طريقه الفطير ديت، وشكله عجبكم ولا لا، وباين كده ان هو حلو ولا لا. بس والله العظيم بجد بجد طريقه سهله، وطريقه احسن طريقه عن الطرق كلها اللي طالعه. اي نعم، في طرق كتير حلوة، بس الطريقة دي اللي انا برتاح لها وبحبها بصراحة. بصوا الطبقات خفيفة ازاي، شفافة كده، يعني الخفية بتاعتها بصوا عاملة ازاي. من كتر ما هي الطبقات خفيفة تحسي كده مش عارفة تطلعيهم من بعضه. ما شاء الله بجد، جربوه بجد هيعجبكم. ولو انتي كل مرة بتعملي فطير وبيطلع فيه اي مشكلة، لو عملتيه بالطريقة دي على ضمانتي والله ما يطلع فيه اي مشكلة. هيطلع معاكي طري ومورق وخفيف وطري كده بجد، فطير كده فلاحي فلاحي، احسن من كمان من بتاع الفلاحين نفسه. طبعا زي ما انتم شايفين الحجم ده، انا عملت كده 7 فطاير بالحجم دوت. تقدري تعملي ال2 كيلو دولت اكتر او اقل، تقدري تعمليهم فطيرتين 3 4 زي ما انت حابه بقى كبر الفطيره. بس عايزه اقول لكم بجد والله حاجه البيت مفيش احسن منها، فجربي كده وما تكسليش، وان شاء الله هيعجبكم. بصوا قد ايه الفطير كده هو خفيف ازاي، وباين قوي ان هو ممتاز. يا رب الفيديو يكون عجبكم وكنا رضاكم. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.